وأسعد بمشاركة الأستاذ مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور ورأيه فيما يحدث الآن من الناحية السياسية والقانونية. أيضا مستشار مرتضى، مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، وتقييمك أولا لهذه الدعوات وهذا المشهد، وهل في رابط بين ما صرح به الدكتور مرسي عن استخدام أو تهديده للإعلاميين وعدد من رجال السياسة اليوم على هامش مؤتمر المرأة، هل له علاقة بما يحدث الآن أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أم لا؟ أنا عايز أفرق بين الإعلامي والأراجوز. والإيه؟ الأراجوز. والأراجوز؟ بمعنى؟ الإعلامي اللي هو بيبقى عنده أدواته كان صحفي أو دارس في كلية الإعلام وعارف يعني إيه احترام المشاهد ويعني إيه احترام معنى الكلمة. يجيب شوية على الصيع كده يفضلوه يزمروا له. الأراجوز ده ما تعتبرش إعلامي. ده بقى يتحص. خلينا نتكلم في الإعلامي اللي من حقه ينتقد رئيس الجمهورية كما يشاء. ما دام بينتقد سياسات. يعني انتقاد السياسات ده مطلوب. مش عارف الصوت واضح عندك ولا مش واضح؟ تمام. يا ست رانيا، الصوت واضح عند حضرتك؟ يعني يعني ساعات بيقطع شويه، لكن يعني ايه في المجمل معقول. اتفضل. في المجمل معقول. يعني لو حضرتك عليت صوتك يبقى افضل طبعا بالناس. بقول لحضرتك عايز افرق بين الاعلامي اللي عارف رسالته الاعلاميه انه من حقه ان ينتقد سياسات رئيس الجمهوريه. تمام. وليس يوجد اي شخص مسؤول فوق النقد، وبين المهرج المهزأ قليل الادب اللي عايز ينضرب لانه محتاج ربايه. الناس اللي عند حضرتك دول في معظم القنوات الفضائيه اللي هو قالوا اسمائهم ابراهيم عيسى، عمرو اديب، يمكن كنت اختلفت معاه كتير، لكن في النهايه بيأدوا رساله. تمام. من وجهه نظرهم ان رسالتهم هو اعلام محترم. تمام. وخاصه ان ابراهيم عيسى ده مثلا كان من اوائل الذين يدافعون عن التيار الاسلامي في مصر. لكن لما نيجي بقى نشوف المجمل، انا ضد طبعا حصار المدينه. وايضا ضد ان انا اروح القطاميه احاصر مبنى الاخوان المسلمين، وضد حاصر المحكمه الدستوريه العليا، وضد ان انا حاصر محكمه القضاء الاداري، وضد ان انا حاصر حزب الوفد واولع فيه، وضد ان حاصر. ما احنا دلوقتي داخلين في حصارات وحصارات متبادله. تمام؟ الخاسر مصر اقتصاديا، امنيا، سياحيا، خسر كل حاجه. الحل في ايد مين تاني؟ لا في ايد الاعلاميين ولا في ايدي ولا في ايد حضرتك. الحل في ايد السيد رئيس الجمهوريه. لو قعدت تفكر كده لحظه. طيب ناخدها بس جزئيه سياده المستشار. نبدا اولا بمساله الحصار بشكل عام. اي مؤسسه ايا كانت الخاسر فيها هو المواطن المصري. يرجع بعد كده بعض السياسيين يحللوا الامر ويقول لك في النهايه الناس اللي راحت للمقطم كان رد فعل للي حضرتك قلته. لا حصار المحكمة الدستورية من قبل، حصار مدينة الإنتاج الإعلامي من قبل، يعني هذا العنف الذي شاهدناه في المقطم كان نتيجة طبيعية لمن رسخوا العنف ومن رسخوا فكرة الحصار. الشيء الثاني او السؤال الثاني برضه عايز اسال حضرتك فيه. النهارده تصريحات دكتور مرسي بتتحدث عن انه سيتصدى وبعنف وبحزم وحسم للاعلاميين ورجال الاعمال وكل من سيثبت عليه من السياسيين انه دعا الى التخريب او العنف او ما شابه. هل تعتقد انه الذهاب الى مدينه الانتاج الاعلامي اليوم سيقوي من شوكته أو يعني يدفع الناس دفعا إلى الاستمرار في هذه التصريحات من قبل الرئيس؟ يعني لما يلاقوا الرئيس نفسه ببساطة كده، يلاقوا الرئيس نفسه بيهاجم في الإعلاميين وفي السياسيين ويهدد ويرفع إصبعه، بالطبيعي يقول لك شوف الرئيس بيعمل إيه. طيب يبقى احنا بقى كأنه كارت أخضر لهؤلاء إن هم يفضلوا موجودين في قدام مدينة الإنتاج الإعلامي أو حتى يحاولوا يقتحموها. كلامك مظبوط. بص يا مدام، دلوقتي السيد رئيس الجمهوريه محتاج فتره عشان يتاكد انه ده رئيس جمهوريه مصر العربيه. عشان يتاكد انه رئيس جمهوريه مصر، انه الرئيس يعني محتاج فتره. يعني ممكن تمر له 4 سنين ولسه مش حاسس انه رئيس جمهوريه. انا بقول الكلام ده
مفيش رئيس جمهوريه بيقول على حد فصيل من شعبه انه مجرم. ايا كان الفصيل. ومفيش رئيس جمهوريه اللي يكون في خطابه يقول ويهدد بصبعه ويقول الناس الخمسه سته اللي مستخدمين ورا 7 8. وانا برضو بس سؤال واضح وصريح. خلينا نتكلم. حمدين الصباحي، سيد بدر، دكتور بلادعي، عمرو موسى، خونه متآمرين ولا وطنيين ومحترمين؟ خونه متآمرين ما تدعمش ان دول يقعدوا معاك. لكن انت تقول عليهم خونه متآمرين او فصيل عندك بيقول عليهم خونه متآمرين وفي نفس الوقت بتحايلوا عليهم يقعدوا معاك. هم وطنيين ومحترمين يبقى ما تجيبش ست الخيانه والمؤامرات لان مفيش حد بيتعمد على حد. فاللي انا عايز اقوله المشكله بدات امتى يا مرانيا؟ بدات بالاعلان الدستوري. من اشار على السيد رئيس الجمهوريه بالاعلان الدستوري الاول اللي صدر في 21 نوفمبر 2012 هو الذي وضع قنبله خلت معظم الذين كانوا قريبين من السيد الرئيس. وانا بقول السيد الرئيس لان انا اول واحد لما قال حسني مبارك المخلوع انا قلت اسمه رئيس السابق لانه انا مش مستفيد حاجه من اسمه مخلوع لان لما بقول مخلوع معناه حصل انقلاب وحد خلعه لكن هو المتنحي المتخلي او السابق. تمام. واحترامنا للدكتور محمد مرسي مش معناه ان انا متفق مع السياسات. بقول كل قراراته للاسف الشديد يعني سيئه. وانا النهارده كنت في المحكمه كان عندي مرافعه في الاداريه العليا مع بعض الزملاء في القانون بتاع مجلس النواب الجديد مشروع الحقوق السياسيه. يمكن المحكمه النهارده عملت شيء يعني غريب جدا وشيء محترم جدا لان مؤسسه الرئاسه ودي طبعا من المشاكل احنا فيها دلوقتي. مؤسسه الرئاسه اعلنت انها لن تطعن على حكم محكمه القضاء الاداري. تمام. والناس كلها رحبت. وانت نفسك هنا في البرنامج واستضفتي بعض الشخصيات المنتسبين لمؤسسه الرئاسه قال لك لن نطعن. ثم فوجئنا بالطعن. وقالوا لا اصل القضايا الدوله طعنت بدون رغبه او علم من السيد الرئيس. تمام. المحكمه النهارده اجلت ل 8/4 عشان تسال السيد الرئيس سؤال واضح ومحدد رسمي. انت طلبت الطعن على الحكم ده ما طلبتش. اللي هو المجلس النواب عشان المحكمه عايزه تقول الخط بيقطع شويه معلش سياده المستشار مش سامع الجزء الاخير. طب بقول لحضرتك المحكمه النهارده كلام واضح؟ صوت مسموع كده؟ انا اتفضل سامعاك اتفضل. المحكمه الاداريه العليا النهارده برئاسه المستشار يحيى البكروس. ايوه. بعد ان انتهينا من المرافعه في ضد طعن قضايا الدوله اللي مش مصدق بالغاء الانتخابات واحاله بعض المواد اللي هو بتاعت مجلس النواب الى الدستوريه العليا. تمام. السيد الرئيس او مؤسسه الرئاسه اصدرت بيان قالت مش هنطعن. احتراما لاحكام القانون. ثم فوجئنا بطعن من قضايا الدوله. كلام واضح كده؟ ايوه. ومؤسسه الرئاسه قالت قضايا الدوله دي طعنت دون علمنا. فالمحكمه النهارده اجلت ليوم 8/4 وطلبت خطاب رسمي من السيد رئيس الجمهوريه. هل هو موافق على الطعن وبرغبته وبعلمه ولا لا؟ لو قال ايوه انا موافق يبقى اذا السيد الرئيس قال كلام ورجع فيه. لو قال لا انا مش موافق يبقى اذا الطعن غير مقبول لان الاصيل قال مش هدفع طعن. لكن هذا يؤكد الارتباك اللي احنا عايشين فيه. الغي يا سياده الرئيس الاعلان الدستوري الاول باثاره لانك انت الغيته وسبت اثاره اللي هو قانون حمايه الثوره وعزل النائب العام ونيابه الثوره. والغي الاعلان الدستوري الثاني وشوف المواد المختلفه عليها في مواد الدستور وهات لجنه ثاني، هات لجنه مش ترزيه ولا مكوجيه بيفصلوا لك. يعني يا ريت حتى بيفصلوا الدستور زي ما قلت قبل كده. لا ده مكوجيه رجع حرقوا الدستور. تمام. وهو دستور انتقامي. انا زعلان من تهاني الجبالي عملت لها نص. انا زعلان من عبد الحميد محمود عملت له نص. انا زعلان من الحزب الوطني عملت له نص. مفيش دستور كده. الدستور بيتعمل ل 100 سنه جايين علشان انظم العلاقه بين الحاكم والمحكوم وبين سلطات الدوله الثلاث. طيب سياده المستشار دلوقتي كمان سياده المستشار رئيس الجمهوريه النهارده على هامش في الكلمه الافتتاحيه اللي عملها في مبادره حقوق وحريات المراه المصريه اللي هم دعوا ليها وطبعا في عدد من الجهات قطعتها. ما علينا من كل ده قال فيها تصريحات
فيها تهديد للإعلام الذي يتجاوز ورجال الأعمال وغيرهم. وقال تصريحات يعني أكيد حضرتك سمعتها عن الأصابع الخفية التي تلعب في الخفاء، وبعض التصريحات اللي هي البعض يعني شايفها استمرار لنفس الكلام غير المفهوم اللي بيصدر من حين إلى آخر من الدكتور مرسي. وبيقول فيه أنا شايف صباع في مصر كده بيلعب، لا والله ده صباعين ثلاثة. وقال تصريح تاني اللي هيحط صباعه داخل مصر هقطعه. وقال انه انا شايف صباعين ثلاثة بيتمدوا جوه من توافه لا قيمة لهم في هذا العالم، حسبوا ان المال يمكن ان يصنع رجالا. محدش فاهم حاجة. مين اللي حاسين ان المال يصنع رجالا؟ ومين هم التوافه؟ ومين هم الصباعين ثلاثة اللي بيلعبوا في مصر؟ ومين هو الصباع اللي هو هيقطعه؟ ولا كلام مفهوم كالعادة على طريق برضو لو حضرتك تفتكر الزنقة واتنين ثلاثة في الزنقة في الضلمة ومش عارف التصريح اللي هو برضو ما حدش قادر يفهمه ده لغاية دلوقتي. هذا استمرار إلى يعني المشهد ده حضرتك تقراه ازاي وهذه التصريحات بتقراها ازاي؟ خلي بالك انا هجاوبك بسرعه عشان انا مع احمد بوسه يوم الثلاث، سريعا هجاوبك. اتفضل. انا لسه عايز اقول ان هو يقصد صاحب قناه فضائيه معينه جاي له تمويل من بره، وبعت واحد من الاعلاميين التابعين لمكتب الارشاد لما انكشف وكاد يقبل الاقدام. انا خدي بقى الكلام ده على مسؤوليتي انا. وللاسف في ناس بتلعب من تحت الترابيزه وتقول كلام من فوق الترابيزه مختلف تماما. وهذه القناه اللي هو اتكلم عنها هي القناه اللي جايبه مهرج يقل ادبه على مخاريق ربنا بالاتفاق. خلي بالك يعني هذه القناه اللي انا بتكلم عنها اللي صاحبها اصلا بيعمل قواعد توقيتات اللي كان شغال يعني بلاش دلوقتي يوم انت هتقول لنا بس يا استاذ مرتضى بعض كده الامور هتشوقنا وخلاص، يعني قول لنا معلومه مكتمله بس. يعني عايز اقول في طبعا واحد طول من بره وما كانش لاقي ياكل، وكان عايز يأجر الرخصه بتاع القناه بتاعته دي بنص مليون جنيه عشان يعيش كام. وشريكه خلي بالك، وشريكه سارق اراضي مصر كلها وكان ممنوع من السفر. وعايز اقول للنائب العام رفعت اسمه من السفر ليه؟ ما انت رايح لهشام الحازق ورحت ليحيى الكومي وابراهيم سليمان وكل الناس دي وراح لاحمد باجت والناس دي كلها وحسن راتب ومن حدود سليمان عامر عشان صاحب الخير عندي. عشرات من رجال الاعمال اللي استصلحوا الاراضي الصحراويه وعملوا منها مدن محترمه. اشمعنى ده؟ اللي سرق اراضي مصر كلها وكان ممنوع من السفر خليته رفعت اسمه. طب تقصد مين؟ تقصد مين سياده المستشار برجل الاعمال هذا؟ اللي جاب عيل اراجوز بيقل ادبه على الناس المحترمه. اللي جاب عيل عمال يلعب حواجبه. اللي جاب جزء من حديثك وانا دي مناسبه عشان اقول لك انا ام ناديه كلمتني، ام الواد ده اسمها ناديه وكلمتني وقالت لي معلش عشان خاطري سامحوا ده عيل عبيط وانت زي ابوه بالظبط. افتكرت ناديه دي فعلا كانت صاحبتي من 25 سنه، واخده بالك؟ عايز اقول له هو امثاله. اخشى يا سياده المستشار انك تكون تقصد باسم يوسف. باسم زفت بتخاف منه؟ هو باسم يوسف ده مين؟ ده راجل امريكي قاعداه على حجرها وبيقل هذا تقدير ربنا. اسمعي سياده المستشار احنا عن نفسنا بنحترم الاعلامي باسم يوسف ويعني لا مش يعني الكلام على مسؤوليتك. ده حته عيل رقاص وما دام قل ادبه تاني وما دام قل ادبه بقول للمحامين بتوعه عايز اشوف محامي فيكم في المحكمه، عايز اشوف محامي فيكم في النيابه. لان لما قل ادبه على استاذ في القانون واستاذكم في المحاماه وبعدين ما تخليش حد. بس حق النقد متاح، حق النقد متاح. يعني حضرتك سبق وانتقدت يا سياده المستشار. النقد وقله الادب والسفاله. هو النقد تجيبي طبله وزماره وتقعدي تزمري من فوق ومن تحت؟ هو يعني يزمر من فوق ومن تحت؟ هو النقد انه يعني اللي لابس بتاع ده واقي؟ ما دام انت خايف كده يا اخي وجبان كده، طب انت نسيت تلبس البامبرز عشان عارف انا هعمل فيك ايه؟ اقسم بالله العظيم لا اخد حقي بالقانون يا رانيا، وهخلي الاعلام مشايخ ده شتم. بيقول لك مرتضى منصور اللي كان مع حسني مبارك وبيدافع عن محمد مرسي. ده انا عندي في الحلقه بتاعتك اكتر واحد بيفكر في سياسه محمد مرسي. بس سياده المستشار هو لم يتعرض لحضرتك لا بسب ولا بقذف، هو اتى ببعض التصريحات وببعض المشاهد السابقه. لا يا رانيا فاضلك سيبك اكمل عشان لما تقولي تاني برد عليك. ده مش اعلامي، ده رقاص
ده اراجوز. وحياة امك ناديه، حياة امك ناديه مش بنتك. طب الله يكرمك يا سياده المستشار، بس علشان ثانيه وحياة امك ناديه لا خليك تندم على اليوم اللي امك حرقتك ونزلتك. استاذ باسم مش يعني من حقه انه يرد، وحق رد يرد على هو مش هيلحق يرد، والكلام على مسؤوليه حضرتك، لكن في النهايه اتفضل. طب اتفضل. المحترم انتوا كليني كما تشاء، قليل الادب هتجيله بالجزمه اللي في رجلي انا وانصاري بالجزمه، جايب لي طبله وطار ويا ناديه اسال امك بقى تعرفش من كام سنه. معلش يا سياده المستشار، يعني انا عن نفسي واسمح لي يعني حتى لو عايز حضرتك تهاجم الاعلامي باسم يوسف ده لكن الام والنساء لهم كل التقدير وكل الاحترام عشان خاطر سياده المستشار. احترام احترمت قناتك، احترمت قناتك، احترم احترام. ايه علاقه بس النساء بالموضوع يا سياده المستشار؟ يا سياده المستشار الام فاضله مالناش علاقه بالامهات ارجوك. انا قلت لكم ام وحشه؟ انا قلت لكم ام ناسيه كلمتني اتحرت عليا معلش عيل عبيط. هو انا قلت لك ام وحشه ولا نسيت السمعه؟ خلاص فبقول له هتقل ادبك، هو تقل ادبك فعلا. خلاص اتحمل بقى انصاري بالقانون، احنا ناس نعرف القانون. انما تقول لي عيل اراجوز جاب طبله وطار ماشي ترقص يا مرتضى يا مرتضى، اديني قلت اسمك يا مرتضى، يا بالي عيل عبيط امه تقول لي معلش سامحه ده عبيط. لا يا ناديه مش هسامحه، لانه المفروض كنت تربيتيه كويس. وبعدين مجلس سوي الثالث لو جيت بعد المكالمه دي، لان لما حد يطلبني ما حدش يقول لي اصل ده محترم، مش انا اللي اقيم مش حضرتك تتلقي. طب خلينا يا سياده المستشار بعد اذنك اخد رايك بس في موضوع اخر، وهو مساله رجال الاعمال اللي حضرتك بتتكلم عنهم وكنت تقصدهم او بتقول انه رئيس ربما يكون يقصدهم. هذا الكلام في حضرتك واكيد اكثر علما مني بهذا الامر، في مفاوضات الان تحدث مع عدد من رجال الاعمال يقال انه يقوم بها السيد حسن مالك والمهندس خيرت الشاطر وغيرهم. يعني لماذا يهدد الرئيس من ناحيه ومن الناحيه الاخرى فريقه يحدث نوع من التفاوضات حول الاموال وغيرها؟ حضرتك معانا في البرنامج قبل كده قلت لي انه في وفد وفي مجموعه ومنها المهندس خيرت الشاطر وغيرهم راحوا عملوا مفاوضات مع ناس في من رجال الاعمال اللي موجودين في لندن واللي عليهم فلوس ومن الفلول، وقلت لي ان ابن اخت الدكتور مرسي هو صاحب المكتب اللي موجود في لندن واللي بياخدوا عمولات من هذا الامر. يعني انا قدام دلوقتي مشهدين متناقضين، في ايه بيضربوا في رجال اعمال وفي ايه في السر بيروحوا يحاولوا يتفاوضوا معاهم وياخدوا عمولات، والاسم ان هم ضد الفلول وضد رجال اعمال، لكن في الحقيقه هم بيعملوا صفقات من تحت الترابيزه. يعني تعليق حضرتك على هذا الامر، وانت طبعا اكثر مني في المعلومات. تعليق يا رانيا لما انا قلت الكلام ده في برنامج على الهواء لم يجرؤ انسان يرد، وما حصلش تكذيب حتى هذه اللحظه اللي وقعت ابن شقيقه الرئيس. انا ما جيتليش بطبله وطار، انا ما جيتش على العاب حواجب واجيب اليسا واسمها واخد بالك، ما حصلش الكلام ده. انا جيت لك وقلت لك معلومات وتحديت ان حد يرد عليا، لكن عايز اقول لما تطلع واحد سارق اراضي مصر على امريكا، بورتو مارينا وبورتو الغردقه وبورتو شرم وبورتو مش عارف ايه، وتيجي تمسك احمد بهجت عشان وائل الابراشي، او تمسك سليمان عامر عشانك انت مثلا رانيا واحمد موسى، او تمسك اسمه ايه دون حسن راتب عشان عنده سيد علي ولا عنده عمرو او اي حد من اسماء الناس المعلمين دول. ما ينفعش الكلام ده. انت اما البني ادم اللي سارق ارض دوت اي اللي بتحاكم ده، انما للاسف الشديد انت واخد مين؟ واخد الناس اللي هم عندهم اللي بداوا النهضه في البلد وابتدوا. هي 6 من راجل صعب، هي 6 اكتوبر دي مين اول واحد عمل فيها مشروعات؟ مش احمد بهجت؟ اول واحد عمل مشروعات. اللي الناس عاملين يجيبوا منين شوال ويمين وشمال وعاملين يضايقوا عليه، ولا زي مش عارف منين وزي منين. عايز اقول لك محمد مرسي انت عندك خيار وفحوص، انت عندك رجال اعمال دلوقتي على الحج ورجال اعمال بيتفرموا، بالرغم ان الناس اللي انت عمال تفرم فيهم دول ناس قاعدين قاعدين في البلد. انا ما سمعتش حتى ناس مشي ولا سليمان عامر مشي ولا احمد بهجت مشي ولا